سكوتر الكهرباء اللي لسه نازل جديد اللي هو الصغير، هحطلكوا صورة مع الفيديو. السكوتر دوت يا باشا كهرباء بتركبه الأطفال، العيال اللي ما كملتش 5 سنين و6 سنين و7 سنين. هحطلك صورة اتفرج عليه. احنا ليه عيالنا رخاص علينا؟ ايه الإهمال؟ ده موضوع الصواريخ ده اللي العيال اللي عينيها طارت وايديها طارت، ولولا الحكومة نزلت قرار اللي هنلاقي عنده صواريخ 50,000 وحبس لولا الدنيا لمت شوية. أنا عاوز أعرف أنتوا إزاي سايبين عيالكم ماشيين بالسكوتر دوت؟ إزاي سايبينهم كده؟ طب لما عيل يجي لا مؤاخذة تحت توك توك ميكروباص نطلع نعيط في البرامج والتيك توك، عيالي فلذة كبدي، نور عيني، وانت راجل مهمل. ايه ده؟ بيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم. ابنك سايبه بتاع الكهرباء ده السكوتر ملا الدنيا، بيجيبوه الساعه ب 80 جنيه، وعيال السودانيين برضه سايبينه، اطفال السودانيين برضه ما هم اطفالنا زي عيالنا. اهمال، سايبين عيال ليه كده؟ ولما يحصل حادثه انا بقول لك اهو، بكره اشوف كده وبشوف المصايب اللي هتحصل بسبب السكوتر الكهرباء اللي هو اللي نازل جديد. بص ناقوس خطر، وانا بقول لك اهو. ولما انا حد لو يفتكر الفيديو بتاعي في اول رمضان قلت لك رمضان في مصر حاجه تانية والسر في الصواريخ، كلامي كان صح، وكان لسه اول لرمضان، يعني كان لسه رمضان ما جاش. الفيديو موجود، رمضان في مصر حاجه تانية، السر في الصواريخ، كاتبه كده رمضان والصواريخ. ما بقولش فيديو غير الحمد لله انا في المطبخ، انا في المحل عندي في الشارع 24 ساعه في الشارع، وبشوف الناس فيها ايه وبشوف الدنيا. امبارح الواد بتاع الكهرباء ده وراح داخل في ماشي عكس، كمان جاي عكس. حرام عليكم، 5 سنين وصل، حرام عيالكم. وبرضه الحادثه بتاعت البنت يا عيني، الحيوان اللي اغتصب البنت في الشرقيه في الجامع في نهار رمضان، 8 سنين. ربنا يرحمها يا رب، توفت النهارده. هو ده ياخد اعدام. ابني بيقول لي 6 سنين كمان. برضه قبل كده كنت عامل فيديو البنت السودانيه الله يرحمها 3 سنين، الدريفر راح يودي حاجه ليها على السلم، خدها عمل اللي عمله، ماتت ورماها في الذراع. بنت سودانيه الله يرحمها برضه. خلي بالكم من عيالكم، خلي بالك، احنا في ايام زي الزفت. وما تلومش غير نفسك، انا بقول لك ما تلومش غير نفسك. بنتك ابنك ما ينزلوش الشارع لوحديهم، ازاي عيل ياخد تروسيكل؟ انا احط لك صوره والنبي بص عليها، واخد يعني 6 سنين او 8 سنين، واخد اخوه صغير 5 سنين، واخوه الصغير 5 سنين ده هو اللي سايق. يا ريت احط لك الصوره مع الفيديو. ويا رب يسترها على عيالنا وعيالكم. وخلي بالكم سكوتر الكهرباء ناقوس خطر.